كنبغي نشكر الاخت فاطمه الزهراء الرئيسه الجهويه للمراه اللي تبارك الله كتناضل من اجل المراه. هذا نداء من صاحب جلاله الله ينصرو. المراه كما انتم كتعرفوا بان المدونه غادا تبدل ديال المراه ان شاء الله، وكنتمنوا الله باش هذا المكتب هذا يحاول يوصل للحويجات اللي كينادي بها صاحب جلاله، لان تبارك الله الرئيسه المحليه اللي غادا تكون ان شاء الله راه مستشاره قانونيه. ماشي صعيب علينا باش نوصلوا الرساله ديال صاحب جلاله. بالنسبه للمشاهدين كما قلت لكم كنبغي نشكر الاخت فاطمه الزهراء الرئيسه الجهويه اللي كدير واحد المجهود كبير، لان اليوم راه باش جات لعندنا راه ضربت واحد الطريق اللي تبارك الله عليها. بالنسبه للاوراش راه خدامه مع الاخوان. كنبغي نشكرها لان كدير واحد المجهود كبير بالنسبه للمراه. كما قلت لكم القضيه راه قضيه وطنيه، كنتمنى الله باش تاخذها بالجد، لان ماشي سهل باش ناخذوا هذه القضيه ديال صاحب الجلاله ونخدموا عليها. كنبغي نشكر السي وريشه اللي الرئيس الاقليمي ديال الدار البيضاء اللي تبارك الله تا هو قام بمجهودات كبيره، دار قافله طبيه، دار تجويد بالنسبه للقران للاطفال ماشي سهله. كنبغي نشكر الاخت نبيله الرئيسه الاقليميه ديال المراه اللي حتى هي تبارك الله في واحد الوقت وجيز تبارك الله قدرت تفرض الوجود ديالها معنا في المنظمه. كنشكرها بزاف من هذا المنبر. كنبغي نشكر الاخ رشيد رفيق اللي تبارك الله تا هو من جنود الخفاء تبارك الله عليك، صراحه عطى الكثير للمنظمه. كنبغي نوصل لكم واحد الحويجه اللي بسيطه، هو انه الا لاحظتوا في هذا الجمع هذا التاسيسي تجمعنا كعائله، لأن ماشي سهل باش تجمع العائلة. كما الأخت نبيلة يجي هي الزوج ديالها، كيف ما الأخت بديعة يجي والعائلة ديالها، السي عبد الكريم هو العائلة ديالو، عبد ربي من العائلة. يعني ماشي سهل، يعني خاصنا نخدموا على هاد الحوايج الزوينين اللي كانوا ايامات والدينا. كانت الأم كتجمع. كنتمنى الله باش تكون الأم ديالنا هي المنظمة، راه منظمة جمع الشمل. كنتمنى الله باش نجمعوا الشمل ديالنا، نحاولوا نصلحوا الوليدات، نصلحوا الزوجات، نصلحوا الزوج، نصلحوا الابناء، نصلحوا كل شيء. حنا راه في يدينا كل شيء الحمد لله، وراه كل شيء تبارك الله مقدر. حنا مازال ان شاء الله غادي نديروا تطيرات وتكوينات للجميع. ولا نسيت شي واحد كما تعذر هادشي اللي كنقول. وتبارك الله عليكم ومسيه ان شاء الله طيبه للجميع، وكنشكر الجميع على الحضور. الجهوي سيف الله، والاخ المحلي ديال رشيد رفيق، والاخت الاخوان والحضور والضيوف. كنتمنى البديعه ان شاء الله باذن الله رئيسه محليه، ان واحد الاخت تاعي في المستوى تبارك الله ومحنكه، لا في قانونيه الحمد لله ولا في المنظمه الحمد لله. هادشي اللي بغينا من المنظمه تبارك الله راه 132 مكتب عبر العالم. منظمه تبارك الله راه غاده في الطريق الصحيح. وكنشكر السي عمر المدني اللي كيدير واحد الجهد كبير. وتبارك الله الاخ النبطي تا هو امين المال، او هما الاخوان حاضروا هذه المنظمه وداروا بها الدم. وحنا كجهه الدار البيضاء الصلاه كنحاولوا ان شاء الله باذن الله باش نعطيو واحد العطاء. حنا كنديروا انشطه الحمد لله، كنديروا قافله طبيه، كنعاونوا الحمد لله معنا المحسنين. وحنا كنخدموا واحد الخدمه اللي هي في المستوى كجمعويين. كنتمنى الله سبحانه وتعالى ييسر الامور في الاخت بديعه في هذا المكتب المحلي. وكنشوف الاخوان كاملين تبارك الله كيناضلوا على هذه المنظمه هذه، انها منظمه جمع الشمل الصحراوي الملكي عبر العالم. راه شي منظمه ثقيله شويه تبارك الله، لا اسمها ولا الاخوان الاعضاء الرؤساء تبارك الله كلهم في المستوى. وكنتمنى ان شاء الله نجتهدوا ونزيدوا نخدموا ان شاء الله كثير. وحنا ديما
شعارنا هو الله الوطن الملك. السلام عليكم. تنبغي نشكر الرئيس الوطني السيد عمر موادني، وكما كنبغي نشكر جميع الاعضاء معاه، وكنبغي نشكر الرئيسه الجهويه المراه لجهه الدار البيضاء السطات. كنشكر الاخوان وكنشكر الساده الحضور. انا جيت سعيده انني نحضر معكم في التاسيس ديال المكتب المحلي. يعني عارفه فاطمه الزهراء. اللي كنبغي نقول لكم هو نتمنوا اننا نكونوا ايد وحده. كما كيقولنا دائما الرئيس، انا بطبيعه الحال باقا جديده، ولكن لمست بان كاين واحد تحالف بعضياتهم، واحد التضامن، واحد التعاون فيما بين الوطني المحلي الاقليمي، لا ديال المراه لا ديال الرجل. ونتمنى ان شاء الله اننا نكونوا قايمين ايد وحده خدمه الوطن. وشكرا لكم. هو النشيد الوطني. ريشه كريم ماجي